السلام عليكم أصدقائي وأعزائي المتابعين. اليوم احنا عندنا صورة ورقية نحولها إلى مقطع فيديو أنيميشن متحرك. هاي صورة تمرين. التمرين هو شنو؟ لا، عدد لاعبين هنا هذولا يسوون زقزاق بالكرة، يروحون على الهدف هذا ويسوي شوت على الهدف. تجي كرة ثانية، اكو لاعب هنا عنده كرات واقفين من العمود، يلعب باص للاعبين المهاجمين اللي يشوتوا، هم مرة ثانية يشوت الكرة. بعد ذلك يدخل للجزاء هذا اللاعب. شو يسوي هذا اللاعب الثاني اللي على الجانب؟ يسوي اوفر عرضية، يسجل هدف، يجيب الكرة اللي شوتها مالته وين يرجع بالطابور. هاي الصورة راح اسوي لك اياها على شكل مقطع فيديو. تابع الشرح وياي. نروح ندخل على البرنامج. احنا نختار الملعب. بعد ما نختار الملعب نختار نص ملعب. نجي شو نسوي؟ ننزل اللاعبين، الحارس، لاعبين، نزل من هنا. دائما احنا تعلمنا احنا ننزل اللاعب 1 2 3. نجي ننزل الكرات والمعدات حتى ما نخطأ، نجهز كل امورنا. كم كرة مثلا نحتاج هنا؟ مثلا اللاعب هذا يم العمود لازم يصير كرات هنا يصير. كم كرة احتاج؟ مثلا نحتاج 2 3 4 5. المهم انا نخلي هنا كذلك. هذا اللاعب كذلك اخلي له 3 4 5 6 كيفكم. هنا اخليه، خليت كرات يمه هنا 2. واجي انا اخلي كرات ذول اللاعبين كذلك استنسخ لهم 1 2 3 4 5 6 كيفكم. اي كم كرة تخلون خلون براحتكم. المهم اخلي كل لاعب كرة، اجهز الامور مالتي، اجهز تمريني. اكو معلومة جدا مهمة قبل اني ما يعني كملت ونظمت هذا الوحدة التدريبية. قبل كل شيء ما اسوي على مود حتى خاف تطفى الكهرباء، خاف حاسبتي بيها فيروس، خاف يصير عندي مشكلة بالحاسوب، يطفى عندي الحاسوب فجأة، احفظ الشغل مالتي. فقط اكتب عليه تسجيل الاهداف. خاف يروح اني مجهز اموري ومكملها. على كل اجي انا انزل العناصر اللي احتاجها. مثلا شو اخلي؟ مثلا شواخص، مثلا اعمدة. ايش كم عمود احتاج؟ مثلا 3 4 2. هذا القياس احتاجه تمام. 1 2 3. هاي 3 أعمدة أخليها حتى اللاعب يسوي زقزاق بالكرة. هنا أنا راح أعلمكم بطريقتين، طريقة أولى وطريقة ثانية، الطريقة السهلة والطريقة الصعبة. راح نبدأ بالطريقة اللي هي سهلة. خلصت كملت جهزت أموري، أجي مثلا أكتب اسمي يحتاج. هنا أنا أكتب اسمي يحتاج مثلا أكتب اسم مثلا علي كاظم. هنا باللغة العربية ما يشتغل، فقط الإنجليزي يصير متقطع اللغة العربية. علي كاظم. هلا أنا خليت اسمي، أريد أكبر الاسم مالتي أخليه واضح. مثلا أنا هنا خليت الاسم مالتي. مثلا أريد أدخل مثلا عشان مثلا أخلي صورتي. مثلا هسه أني أدخل على العناصر وأروح على الزائد وأختار الصورة اللي أنا أريدها. هنا تنزيلات، هنا أعدل الصورة وأقطها تكبير، كبرها تمام. هنا تريد تخلي بعد شعار مثلا أنت ببالك، مثلا خلي شعار مثلا الاتحاد، الشعار الاتحاد العراقي مثلا. تريد تخليه كيفك، تريد تخلي أي شعار تخلي ببالك خلي. اجينا هنا هذا الشعار مال الاتحاد العراقي، تخليه فوق، تخليه جوا، تريد الزغرة براحتك بعد. تمام. تريد عندك كتابات بعد باللغة الإنجليزية تكتب، تسوي وصف للتمرين على شكل حروف أو كلمات أو تفاصيل، أنت براحتك بعد تكتب هنا. المهم أروح أشغل الفيديو المتحرك. أنا أقول له نعم راح يشتغل عندي، مشكل أجي أعدلها تمام. هسه هنا الطريقة السهلة. احنا ايش تعلمنا المقطع الفيديو ذاك اللي اخلي الكرة وين؟ اخلي الكرة على اللاعب والكرة راح يصيروا اثنيناتهم مضيئين. خليتهم وانا اروح على الشريحة، شنطي انطي شريحة حفظ واروح احرك اللاعب. شلون احرك اللاعب؟ عن طريق الخط الحر. هذا خط رفيع، هذا خط متوسط، وهذا خط سميك اكثر. اوكي. اجي هنا
مجرد اني اخطط ضاعوا جيت هنا هاي شنطي انطي حفظ احرك اللاعب. ليش ما اشتغل؟ شنو السبب؟ نرجع شوف الحالة شنو المشكلة. اجي اعيد منين ابدي؟ ابدي من هنا ابدي ما من هنا يلا انطي حركة تمام. شو اسوي هسه؟ انطي حفظ ادفع الكرة للهدف انطي حفظ طلع لي كرة هنا تعال انت استلم انطي حفظ شويت انطي حفظ هنا اتحرك يمين او يسار عرضية اوفر هنا كرة بالرأس شويت هسجل هدف تعال ارجع هنا مكانك ارجع الكرة مكانها وياك رجع الكرة هنا رجع الكرة هنا انطي حفظ تمام. هسه نعيد التمرين. شوف سوي زقزاق بالكرة سوي شوت هيئ له شوت عرضية شوت ارجع كل الغراض. راح نستخدم الطريقة الثانية الطريقة السهلة استخدمناها خلينا الكرة على اللاعب سوي زقزاق وراح. هسه الطريقة الصعبة اللي هي أكثر من حركة أجي أخلي الكرة أدوات أجي أمسح ذني كلهن أنطي حفظ أحرك الكرة أحرك اللاعب أنطي حفظ أحرك الكرة أحرك اللاعب أنطي حفظ أحرك الكرة من ضمن المعقول المسار على مود تصير بصورة صحيحة. أحرك الكرة وأحرك اللاعب انطيت هنا أدفع الكرة للهدف أتقدم شوية راح تجيني الكرة هنا أسوي أتقدم على الكرة وأعطي حفظ وأشوت الكرة شوتت رأسة هذا اللاعب سوى عرض. أنا وين جيت هنا رأسة أنطي حفظ أدفع الكرة وين بالهدف أنطي حفظ مرتين أرجع للسرة ترجع الكرة هنا مثلا أعطي حفظ أو أرجع الكرة هنا مرة ثانية أرجع الكرة هنا إليه. هسه نجي نشوف المقطع الفيديو. رائع سوي زقزاق بالكرة دفع شوت اجي هنا هوب شوت رجعت الكرات وراء وغراض وراء. تمرين سهل بسيط. هسه انا اريد ادز هذا التمرين للاعبين او انا حاليا هسه بدورة تدريبية والمحاضر من عندي اريده. شو اسوي؟ اروح على المشاركة هاي اضغط شو اريده من عندي؟ صورة اريده من عندي وثيقة او اللي هي PDF اريده من عندي شنو مقطع فيديو. انا احتاج مقطع فيديو سويت مقطع فيديو اكتب مثلا اسم التمرين مثلا تمرين الاهداف انطيت حفظ راح يجي عندي يحمل انطي بعد ما خلص تحميل وكمل انطي حسنا وانا اروح القاه مثلا بالملفات والملفات مثلا هنا هذا الفيديو اللي انا سويته صار عبارة عن مقطع فيديو. هسه انا حاليا هذا الفيديو اريد ادزه لمن؟ اريد ادزه للاعبين او اريد ادزه للمدربين او اريد ادزه للمحاضر. افتح التليجرام او الواتساب وياهم اعدهم مثلا ادزه لهم مثلا يا التليجرام. انا هسه راح ادزه لنفسي هي اطلع الحفظ اجي بس مجرد اروح وين
هذا اسحبه هنا، هوب انطي انتر، راح الفيديو حمل، مقطع فيديو نزل. هاي انتهى. شغلة جدا سهلة وبسيطة. تحياتي لكم، أنا المدرب علي كاظم محسن، في أمان الله.